واخيرا رجعنا البيت بعد غياب، وهنرجع تاني لروتيناتنا القوية جدا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير وفي احسن حال ومحققين كل اللي نفسكم فيه، ويوسع علينا جميعا. عاملين ايه؟ فيديو جديد، روتين جديد في بيتنا. خلاص الاجازة بتاعتنا والفسحة بتاعتنا خلصت، وهنرجع ونقول بسم الله ونبدأ من جديد، ونبدأ اليوم بتاعنا. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي. يا رب قوينا وادينا الصحة، وخلينا دايما واقفين على رجلينا، وارزقنا محبة خلقك. يا رب يرزقني ويرزقكم بمحبة خلقه، ويرزقنا في الأول حبه وحب من يحبه يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين معايا كده، شايفين النشاط، عارفين شايفين كمية النشاط اللي انا فيها. انا خارجة من عند بابا من الساعة 6 الا ربع الصبح. هتقولوا ايه الجنان ده يا ميرا؟ اقول لكم ايوه كده. ماشي يعني، اما اكون مسافره، السفر بتاع بدري قوي ده قبل الشمس ما تطلع والكلام ده بيبقى جميل جدا عشان تبقوا عارفين. وصلت البيت زي ما انتم شايفين كده، كانت الساعه 8 الا 10 باينني. ويعني كان بجد اليوم جميل، وكنا صحيح تعبانين شويه وطالعين اصلا من شويه تعب كده، بس ايه، حاولت على قد ما اقدر ايه ان اليوم يبقى حلو معاكم. وصلت كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه فضيتها الشنطه اللي انتم شايفينها دي. الشنطه دي فيها لحمة، وفيها بطاية، نص بطاية، وفيها حمام. تمام. ايه الحاجات دي يا اميره؟ اللحمه انا مشترياها من هناك، وهكلمكم عنها واحنا بنظبطها دلوقتي. بالنسبه للبطه والحمام، الاكل ده طبعا اما بيبقى، بصوا عايزه افهمكم حاجه. لما ببقى مسافره عند ماما وهقعد اجازه انا وولادي مثلا 5 6 ايام زي ما بيقعد، وزوجي ساعات بيبقى مثلا عنده شغل مش عارف يجي معانا، ماما بتديني مثلا حاجته، وانا يعني الاكل بتاعه، عشان طبعا هو ما كانش معانا فخلاص، لا خدي الحمام. الاكل اللي احنا بناكله بتبعته ليه، كلنا حمام ماشي، كلنا بط، الحاجه اللي بناكلها بتبعتها له. بس فماما بقى ادتني، قالت لي دي حاجه زوجك العزيز، علشان كانه كان يبقى موجود معانا بالظبط، كانه كان موجود. واللحمه دي بقى انا عايزه اقول لكم ان انا مشتريها من هناك. مشتريها كيلو ب 280 جنيه. شايفين الجشع اللي احنا عايشين فيه هنا في القاهره؟ بجد حاجه يعني مفتريين بجد جدا يعني. انا اخر مره جبت كيلو اللحمه الصغيره كانت ب 380 جنيه. انا جايباها النهارده من عند ماما يعني ب 280 جنيه، فرق 100 جنيه. بس الصراحه في واحده صاحبتي بتقول لي يا اميره هي رخصت، يعني بتقول لي سالت عليها قالوا لها بقت ب 320. حتى لو ب 320 في فرق برضو 40 جنيه. وعلى فكره الجزار اللي انا جبت منه هناك قال لي هترخص تاني، والاسبوع الجاي لو جيتي خدتيها تاني هتلاقيها ب 260. بتوع مصر هم اللي عندهم بجد جشع يعني. مش عارفه يعني احنا نلاقيها من الغلا ولا من الجشع اللي عندهم. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا. وبجد وبصرف النظر بقى عن الاسعار بتاعتها، هنا غاليه وهناك رخيصه. اللحمه هناك بتبقى طعمها حلو جدا، جميله بجد. انا وولادي بنحبها جدا جدا جدا. بتحسوا ان هي مختلفه جدا عن بتاعت هنا، ما تفهموش ازاي. فانا بقى زي ما انتم شفتوا كده قسمتها وظبطتها على 3 اكياس، وشلتها في التلاجة. وهرجع بعد كده هعمل معاكم غدا تاني، هقوم رايحه جايبه كيس تاني علشان اعمله، على اساس ان انا قلت ايه لنفسي بقى. بعد كده قعدت افكر هتعملي لهم اكل ايه النهارده يا اميره؟ تعملي لهم اكل ايه في اليوم اصلا اللي انت صاحيه فيه من الفجر دوت، وجايه مواصلات وحاجات كتير كده؟ قلت لنفسي ايه يعني، نعمل لهم خلاص بسله ورز ونطلع لحمه. في الوقت ده بقى انا اصلا عايزه اقول لكم ان احنا دخلت زي ما انتوا وريتكم كده، دخلت من باب الشقه، حطيت الشنط بتاعتي. اول حاجه عملتها ان انا دخلت سجلت لكم، فاكرين الفيديو اللي فات لما قلت لكم انا اول ما دخلت من باب الشقه سجلت لكم فويس على على الفيديو؟ سجلت الصوت على الفيديو اللي فات ونزلته لكم. وبعد كده بقى قمت ايه مفضيه الغسيل. اهم حاجه اول حاجه عملتها الصراحه اللي هو حطيت الحاجات على الحوض. بعد كده ايه قلت اشغل الغساله على طول. الهدوم اللي معايا نظيفه شلتها في الدولاب على طول، الهدوم اللي هي عايزه تتغسل ولادي كانوا لابسينها قمت حطاها في الغساله كده وشغلت عليها على طول. وهقول لكم ليه برضو دلوقتي انا شغلت على الغسيل الصبح كده على طول اول ما دخلت، علشان حاجه معينه في دماغي هحكي لكم عنها دلوقتي. وبعد كده صراحه بقى بعد ما شغلت على الغسيل وقسمت اللحمه وظبطت الحاجات دي وغسلت الحوض مكان تقسيمه اللحمه، قمت داخله نايمه ساعتين انا وولادي. وصحيت بعدها بساعتين نزلت جبت الطلبات اللي انتوا شفتوها دي، طماطم وخيار والحاجات دي والسمنه. انا اصلا وانا مسافره ما كانش في حاجه في الشقه، لان انا كنت مرتبه بقى خلاص انا هروح عند بابا، خلاص يعني مش لازم اشتري اي حاجه، بقيت ماشيه الحاجات اللي عندي تكفيني لحد يوم ما سافرت وخلاص. قلت علشان كده كده انا هسيب الشقه حوالي اسبوع، وكمان حماتي مش موجوده ولا زوجي ولا اي حد، كان كل واحد في مكان فينا الصراحه يعني. يعني زوجي كان عنده شغل تبع الشغل بتاعه، حماتي عند ولاء، احنا عند بابا. فهسيب حاجات في التلاجة هتبوظ لمده اسبوع. فكنت يعني الشقه فاضيه الصراحه يعني، فقلت خلاص انزل اشتري بس الحاجات اللي هتمشيني النهارده. وبما اني مش هقدر
اقدر اروح السوق صراحة ويعني فقلت خلاص اشتري الطلبات اللي انا بس محتاجاها من جنبي وكده، ولحد ما ان شاء الله كده تاني يوم او بعدها بيومين بس كده اكون خدت نفسي من السفر ومن التعب اللي انا كنت رايحه اصلا عشان اتعبه هناك. فبعد كده اشوف الحاجات اللي احنا عايزينها. وطبعا ما شاركتكوش عمال الاكل عشان انا صحيت من النوم جبت الطلبات زي ما انتوا شفتوها، وقفت عملت الاكل على طول، ما كنتش قادره بجد اصلا اصور اي حاجه يعني عايزه اعمل اكل، كان كل تفكيري ان انا عايزه اخلص من فكره ان انا اكون عملت لهم الغداء. وبما ان الفاصوليا او اسمها ايه البسله والرز حاجه خفيفه جدا وسهله جدا، وكلنا شطورات 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 وبنعرف نعملها، فما شاركتها لكوش وانا بعملها. وكان عندي على فكرة بسلة متفرزة، انا حتى اوريكم الكيس برضو ان ايه البسلة متفرزة، يا دوبك هعمل عليها جزر بس فريش عندي وبطاطس وخلاص. بعد كده بقى بعد الغدا ارتحت برضو تاني يجي ساعة، وقمت قلت بقى ايه انا عايزة اقوم اشوف اللي ورايا بقى، عشان انا ورايا حبة حاجات كسولة ومكسلة عنها بقالي كتير. وهتشوفوا كمية اللي انا فيه دلوقتي، الكسل اللي انا كنت فيه بقالي 4 او 5 شهور هيوصلني لمرحلة ايه. بس قلت في البداية قبل ما اشوف الحاجات اللي انا مكسلة عنها، انضف المطبخ كده الاول، اغسل المواعين. ظبطت كده المطبخ نضيف. بصوا انا اول ما دخلت معاكم الشقه الصبح انتوا شفتوا ان هي كانت مرتبه، علشان انا قلت لكم هي صحيح عايزه تتنضف كلها والمرايات عايزه تتغير وحالتها لا ميؤوس منها زي ما بيقولوا. بس انا كنت حابه ان لما ارجع البيت الاقي كل حاجه مرتبه. عارفين فكره ان انت تلاقي كل حاجه مرتبه زي ما انا عملت كده بقى، دوبك بس فضيت هدومي، ان انا حطيت الغسيل اللي عايز يتغسل، رتبت لو انا جايبه معايا مشتريات عايزه انظمها، حاجات تبقى بسيطه ان انا لو هنام انا واولادي فما اجيش بقى وارجع الاقي كل حاجه مقلوبه على بعضها والسراير متبهدله والمطبخ متبهدل، واقعد بقى انا ايه ابقى لايصه في كل ده. فانا كنت سعيده جدا بفكره ان انا اصلا ماشيه وسايباها مرتبه عشان ارجع برضو الاقيها مرتبه. والمطبخ طبعا ما كانش فيه حاجه ومرتب، وزي ما انتم شايفين كان نظيف جدا، بس انا بقالي اسبوع سايباه. فالمطبخ نفسه هتلاقيه بقى عليه تراب، يعني انا لو همشي ايدي كده هو مش باين قوي معاكم علشان الستيكر اللي انا عاملاه ده اسود، ان شاء الله نغيره مع بعض قريب اصلا عشان هو شكله كئيب. فمش هيبان عليه الاتربه، بس هو كله كان مليان تراب بجد. فمسحت كل ده وغسلت البوتاجاز مكان الاكل والحوض هنا والمواعين وكل حاجه، علشان عندي دلوقتي حاجتين مكسله عنهم. هما ايه بقى؟ تعالوا نتكلم انا وانتوا شويه. فاكرين لما قلت لكم الكاتل بتاعي باظ بقالي كتير كده؟ الكاتل ده وديته تصلح ايامها على فكره. وعايزه اقول لكم كمان ان انا لما وديته يتصلح الراجل بتاع اللي بيصلحه قفل المحل. يعني انا رحت تاني يوم اجيبه منه لقيته قافل لمده 5 ايام، نروح نلاقي كان قافل بانه كان تعبان ربنا يشفيه ويعافيه. فعلى ما فتح بقى وخدت منه الكاتل بعد ما صلحه، كان زي ما انتم شايفين كده متلحوز جدا جدا جدا، مش فاهمه هو كان عامل كده ليه. فمسكته بقى في الوقت ده كمان، انا لما خدته حتى لما جبته قبل ما اسافر بحوالي 5 6 ايام، بتفهموش ساعات بكسل على حاجات كده انا ما اقدرش استغنى عنها بجد. خلتني حطاه على ترابيزه السفره عندي، مش كل شويه اقول ايه انا هغسله غسله نظيفه دلوقتي من جوه ومن بره وهبدا اشغله. والكسل جاب يوم ورا التاني لحد ما جه ميعاد السفر، قلت خلاص لما ارجع. فانا قررت قلت خلاص والله في اليوم اللي انا هرجع فيه من السفر دوت، انا كده كده مش هقدر انضف اي حاجه في الشقه الصراحه، عشان اكون معاكم بصدق. يعني مش هقول لكم ان انا اللي ما رضيتش، لا انا مش هبقى قادره ان اعمل اي حاجه في الشقه يوميها او تاني يوم. قلت يعني ايه بعدها بيومين كده ابدا انضف في الشقه. قلت خلاص طب انا اعمل النهارده الحاجات اللي انا بكسل عنها. الكاتل دوت مسكته زي ما انتم شايفين من بره غسلته كويس جدا جدا، ومن جوه برده هعمله نفس الكلام. جايباله على فكره ملح ليمون وجايباله كربوناتو وجايباله خل، بس يعني ايه هنضفه كويس جدا من بره، وانا ما بغسلوش بميه على الحوض خالص. غلط جدا ان انت اصلا لما يبقى في عندك كاتل، بصرف النظر عن الانواع اللي عارفين اللي هي ستانلس دي، الستانلس دي بتعيش مهما عملت فيها بتعيش، لا الانواع اللي زي دي لو غسلتيها بميه مره واتنين وتلاته بتلاقيها حتى بتبوظ. حتى لما رحت اصلحه على فكره بقول للي بيصلحوا، يعني بقول له انا ما بغسلوش بميه خالص، ممكن من يوم ما جبته اصلا يكون مره واحده او اتنين في خلال ال4 5 سنين. قال لي ما ده افضل حاجه اصلا، المفروض انت ما تغسلوهوش بميه خالص، هو بقماشه كده او بفوطه مبلوله ونضفيه من بره وخلاص من غير ما تعرضيه لميه. فده اصلا اللي انا بعمله الصراحه. وهنا بقى حطيت فيه خل وزي ما قلت لكم ملح ليمون وكربوناتو، واحطه كده يغلي مره وارجع افضيه. وهتشوفوا حتى وانا بفضيه قدامكم اهو في الحوض بستغل ان الكربونات والملح ليمون ده ينضف برده الحوض ويسلك البلاعه وكل حاجه، وهرجع اعمليه تاني اغليه تاني وارجع افضيه تاني عشان ريحه وطعم الخل اللي هيبقى فيه ما اجيش مثلا اعمل فيه شاي او اعمل مكانه حاجه يبقى ليها طعم مش لذيذ.
بعد كده بقى تعملي ايه يا اميره؟ اميره هتعمل الغساله اللي بدات تشتكي منها. الغساله بتشتكي لكم، بتقول لكم حرام عليها، بقالها 4 شهور ما حطتش ايديها عليا، ما نضفتنيش. حرام عليكي يا اميره. كانت بتستغيث الغساله، وكل شويه اقول لنفسي ايه، ان شاء الله بكره، ان شاء الله بعده، ان شاء الله بعده، وما بيجيش وما بعملش حاجه. فاكرين لما عملنا تنظيفات عميقه من شهر، حتى قلت لكم ايه، فضلت الغساله في المطبخ عايزه تتعمل، وساعتها قلت لكم ان شاء الله نعملها مع بعض الفيديو الجاي. ما عملتش حاجه، كسوله، انا مش نشيطه، انا كسوله. فقلت النهارده بقى ايه، بما اني يا اميره الفيديو النهارده هتحاولي تبداي بحاجات كده انت مأجلاها، نبدأ بيها. قلت خلاص الغساله دي لازم بجد نديها حقها. وشلت الجزء ده بتاع الاريال، وزي ما انتم شايفين الاريال اللي كان تحته. وعلشان كده لو تفتكروا في بدايه الفيديو قلت لكم انا شغلت دوره الغسيل اول ما جيت الصبح، اولا علشان الجزء ده طبعا بقالي اسبوع الغساله ما اشتغلتش. فالاريال اللي كان هنا لو ما كانش اتعرض لميه الاول والغساله اشتغلت كان هيبقى ناشف جدا جدا في المكان دوت، كان هيوجع ايديا ومش هيرضى يطلع. فانا شغلت الغساله عشان يطرى زي ما انتم شفتوا كده. والجزء البسيط اللي كان ناشف جبت معلقه كده بالراحه عشان برضو ما اكسرهاش او ما اعملش خرم فيها او اعمل اي حاجه. وبقيت احاول بس كده احرك الاريال اللي ناشف في المكان دوت علشان ايه يبقى نضيف. وعايزه اقول لكم حاجه، المكان دوت لو سبتيه ما غسلتيش الدرج ده وطلعتيه كل فتره كده، هو على فكره المفروض شهريا، انا كنت بعمله شهريا، الكسل اللي عندي ده هو اللي بقاله شويه. لو قعدتي سنه سبتيه وجيتي تطلعيه مش هيبقى راضي يطلع، لانه هيبقى مسك في مكانه من كتر الاريال اللي تحته. غسلنا الجزء اللي فوق ونضفناه كويس. تاني حاجه بعملها الجزء اللي انتوا شايفينه ده، الكاوتش ده برضو هنا بيشتكي بجد. هتشوفوا كميه، شايفين صاحبتكم عامله ازاي، شايفين. انا كنت محتاجه تشجيع منكم، تقولوا لي يا اميره انت مش نشيطه، وانت يا اميره المفروض تنضفي الغساله بتاعتك، الغساله هتشتكي منك خلاص يا اميره. وهنا برضو حطيت كربونات وملح ليمون، وحطيت شويه خل وعملت فوم كده وقعد يفور بقى. وبعد كده مسكت فرشه الاسنان، عندي فرشه قديمه حطاها في المطبخ، حطاها علشان الحاجات اللي انتوا شايفينها دي الاماكن اللي انا ببقى عايزه انضف بيها. ومسكت كده الجزء ده كله نضفته كده ونشفته كويس بعد كده بالفوطه اللي في ايدي. وبعد كده بقى هعمل اهم خطوه بعد كده بقى، ان احنا نشغل الغساله نفسها دوره كامله كده بالخل وملح ليمون والكربوناتو، علشان الحله بقى نفسها من جوه تتغسل كويس جدا وتتعقم. بالطريقه دي هتحافظي عليها اطول فتره ممكنه، بالطريقه دي مش هتبوظ بسرعه منك، بالطريقه دي الغسيل بتاعك هيبقى دايما نظيف. والله العظيم عن صدق بكل مصداقيه، انا بقالي فتره الغسيل بتاعي مش نظيف بسبب ان انا مكسله ان انا انضفها حقيقي. فيعني ده بيحافظ بجد على نظافه الغسيل. وعملت طبعا درجه الحراره عاليه جدا على 90 والدوره اشتغلت. اول ما خلصت زي ما وريتكم كده، قمت نازله بقى على الجزء اللي من تحت انا شكلي وحش، انا عارفه، انا مكسوفه منكم جدا والله من اللي انتوا شايفينه ده. شايفين انا فتحت اللي تحت دي وجات لي صدمه، اللي هو ايه ده يا لهوي، كل دي حاجات انا بس خلاص انا صلحت غلطتي ونضفت الغساله. وكده الفيديو بتاعي خلص معاكم النهارده، يا رب اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش بالكومنت واللايك الحلو، واستنوني الفيديو الجاي.